لو طلبت منك تتخيل قلعة، أكيد هتفكر في أبواب حديد، سور دفاعي، أبراج، وجنود بتدافع عن المكان. لكن قلعة هوسكا ملهاش بوابة رئيسية أصلا، كمان ما فيهاش مصدر مية ولا مبنى جنبها أو حتى على طريق. ليه حد يبني قلعة أصلا في القرن ال13 فوق حفرة ضخمة؟ أيوة، فوق حفرة فعلا. هل كانت محاولة حبس حاجة طلعت من تحت، ولا الناس صدقوا خرافة وخافوا من الهواء؟ قلعة هوسكا اتبنت سنة 1253 في منطقة بوهيميا تشيكي حاليا، بأمر من أمير وتقار الثاني. الغريب، مفيش سبب واضح لبنائها، مفيش تهديد عسكري، مفيش مدينة حواليها. الموقع نفسه مش استراتيجي، لكن في حاجة واحدة كانت قبليها: حفرة ضخمة عمقها ما كانش معروف. وروايات بتحكي إن الناس كانت بتسمع منها صراخ وأصوات حيوانات مش طبيعية. ليه أمير يبني قلعة فوق حفرة؟ هل ده مكان اختاره ولا حاول يغطيه؟ وإزاي الناس في القرن ال13 كانوا فاهمين يعني إيه مدخل لجهنم؟ في سجلات محلية بتقول إن السلطات وقتها جابت شخص محكوم عليه بالإعدام وقالوا له تنزل جوه حفرة، لو حكيت لنا اللي شفته هنخفف عنك الحكم. وبالفعل ده حصل سنة 1260. جابوا الشخص المحكوم عليه وربطوه بحبل. بعد شوية بدأ يصرخ بعنف، ولما طلعوه كان باين عليه الفزع، وشه شاحب وشعره شاب. بيقولوا إنه فضل ساكت أيام، وكمان رجع يهلوس ويقول كمان شفت بشر بس مش بشر. طب ده ازاي؟ هل ده فعلا حصل ولا السجلات دي كانت فيها مبالغة؟ ولو كده ليه تتكتب أصلا؟ لما ألمانيا احتلت تشيكوسلوفاكيا سنة 1939، النازيين استولوا على قلعة هوسكا، مش كمعسكر لكن كمركز بحث. اللي معروف من هيملر زعيم قوات الاس اس انه كان مهتم بالسحر. وثائق بتقول انهم كانوا بيعملوا تجارب متعلقة بالبوابات والابعاد التانية، وجابوا باحثين يشتغلوا في القلعة دي تحديدا. في نهاية الحرب سنة 1945، قبل ما انسحبوا، حرقوا معظم الوثائق. كان السكان المحليين اكتشفوا بقايا جماجم، وكان في طلاسيم محفورة وأدوات غير مفهومة. هل النازين لقوا حاجة؟ هل كانوا بيحاولوا يفتحوا بوابة؟ ولو لأ، ليه يختاروا المكان ده تحديدا؟ الكنيسة جوه القلعة مبنية مباشرة فوق حفرة، بس جدرانها فيها رسومات من القرن ال14. بتصور مخرجات مهجنة، ملاك بيطعن شيطان بنص وشه، بس في لوحة فيها مخلوق ايديه الاتنين شمال، وده رمز شيطاني ما كانش معروف وقتها. هل الرسومات دي تحصين ولا خوف مرسوم من الشيطان؟ وازاي الناس دي كانت فاهمة انها بتبني كنيسة فوق فتحة مرعبة؟ في سنة 2001، في فرق تصوير وثائقيين دخلوا القلعة وسجلوا أصوات غريبة في الكنيسة، زي خطوات في أماكن فاضية وصرخات خفيفة جاية من تحت الأرض. واحدة من الباحثات سنة 2006 قالت إنها سمعت صوت حد بيهبس اسمها بس من ورا. في الوقت ده ما كانش فيه غيرها والمصور. وكمان في فريق أمريكي زار المكان ده سنة 2013 وسجلوا تغيير في درجة الحرارة حوالين الحفرة ونمطات مغناطيسية غير مبررة. هل دي كانت توهمات ولا الحفرة دي فعلا لسه بتتنفس؟ وإيه اللي تحت؟ لحد دلوقتي محدش عارف ينزل يستكشفها. قلعة هوسكا مبنية بعكس كل منطقة. قلعة ما بتحميش من حد. هل ممكن تكون بتحبس حاجة محدش قادر يشرحها؟ هل فعلا في بوابة تحت الأرض ولا الرعب ساكن في عقولنا بس؟ لو القصة دي شغلت دماغك اكتب في كومنت أنا نازل الحفرة بس مش لوحدي، واشترك في قناة الشاهد الأخير علشان لسه في أماكن في العالم مبنية فوق حاجات أعمق من التراب.